يعني ايه 3D موديلنج؟ وايه هو ال 3D موديل؟ ويا ترى ال 3D موديلنج زي الرسم؟ ده اللي هنعرفه النهارده. احيانا بنسمع حد فاتح برنامج 3D وبيقول ان انا برسم الموديل. فالحقيقة لو سألنا نفسنا سؤال، هل الموديلنج هو الرسم ولا في اختلاف ما بينهم؟ الحقيقة الموديلنج مش زي الرسم خالص. الرسم احنا اتفقنا ان انا بكون برسم حاجة على ورقة، او ان انا اكون برسم الحاجة دي على كانفاس او برسمها على ارت بورد زي ما اتفقنا قبل كده. انما لما الموضوع بيكون مرتبط ببرامج 3D وبيكون مرتبط ان انا في فيو بورد، فالعملية اللي بعمل بيها الموديلز بتاعتي بتبقى اسمها 3D موديلنج. فكده في فرق كبير جدا ما بين الموديلنج وما بين الرسم. طيب تعالوا نعرف كم معلومة أساسية ومهمين جدا مرتبطين عامة بال 3D موديلز. وأولهم إن أنا محتاج أعرف هو أصلا ال 3D موديل ده بيتكون من إيه. أي 3D موديل في الدنيا بيتكون من 3 حاجات أساسية. أول حاجة وهي البوينتس. البوينتس بتبقى اسمها برضو vertices، يعني لو عندي بوينت وبوينت ووصلتهم ببعض هيظهر لي edge، ولو جبت edge وedge وedge ووصلتهم ببعض هيظهر لي فيس. والفيس برضو بيكون ليه اسم تاني وهو البوليجون. مجموعة البوليجونز دي لما بتتكون مع بعض وبتعمل لي شكل مقفول، فاللي بيظهر لي ده هو ده ال 3D موديل. فدي أول حاجة محتاجين نعرفها، إن ال 3D موديل بيتكون من 3 حاجات أساسيين، وهما البوينتس أو الفيرتيسيز والإدجز، وآخر حاجة الفيسز أو البوليجونز. تاني حاجة، وده كونسبت مهم جدا جدا في ال 3D عامة، ان انا لو عندي 2 points فاحنا اتفقنا ان هيبقى بينهم edge. الإيدج ده او اللاين ده ما ينفعش يبقى خط كيرفد، يعني لازم يبقى خط مستقيم. طيب ده هيفرق معايا في ايه؟ ده هيفرق معايا ان انا لو جيت مثلا اعمل شكل من الاشكال الهندسية اللي بيبقى فيها كيرفات، زي مثلا الديسك ده المفروض ان هو بيبقى دايرة بيرفكت، بيبقى دايرة السموز جدا. بس لو جيت بصيت هنا هلاقي ان الديسك ده مش شكل دايرة ناعمة، هلاقي فيه زي تكسيرات كده. ليه ده بيحصل؟ ده بيحصل عشان الديسك ده عشان اعمله لازم هيبقى عندي بوينتس، مجموعة بوينتس متوصلة ببعض. فلما عشان اوصل ما بين البوينت دي والبوينت دي اتفقنا ما ينفعش يبقى فيه خط كيرفد، لازم يبقى فيه خط مستقيم. بعدين بوصل من البوينت دي للبوينت دي خط مستقيم، وهكذا، فبيحصل لي الشكل المقطع ده. طيب ده معناه ان انا لو محتاج ان الديسك ده يبقى شكله انعم او شكله قريب من الشكل السموز بتاع الدايره، محتاج ان انا اجي ازود البوينتس دي، فالمسافه دي هتقل، فالشكل هيبقى انعم اكتر. يعني لو جيت هنا في البارامتر ده اسمه روتيشن سيجمنتس، كل ما بزود روتيشن سيجمنتس هو هنا بيزود لي عدد البوينتس، فمازال الخط ده مستقيم، بس الخطوط المستقيمة دي عشان بقت أصغر وعددها بقى أكتر فبقى الشكل أنعم من الأول. نفس الكونسبت بالظبط لو أنا اديتك علبة كبريت وقلت لك بعلبة الكبريت دي طلع الأعواد اللي جوه وارسم لي بيها دايرة، لو استخدمت عدد أعواد كبريت قليل فهنلاقي إن شكل الدايرة اللي هتعملها مش هتبقى ناعمة أوي، بس هيبقى من الذكاء ساعتها إن أنت تستخدم عدد أعواد كبريت أكتر فهتطلع الشكل أنعم. من أبسط الطرق اللي ممكن أستخدمها في الموديلينج هو إني أستخدم الأشكال الهندسية الأساسية عشان أعمل موديلز بسيطة زي الموديل اللي احنا شايفينه ده. تعالوا نجرب ممكن نعمل ده ازاي. ممكن أبتدي إن أنا أنزل بلين كده وأعتبره ده الأرض بتاعتي. ممكن أتحكم من البوينتس دي، ممكن أدخل الفاليو بتاعته في الويدث والهايت بالشكل ده كده. طيب احنا لما نيجي ننزل اي موديل لاول مره هيبقى نازل بالشكل ده، شكل السيجمنتس مش هتبقى واضحه معانا. طيب عشان اقدر اظهر شكل السيجمنتس، والسيجمنتس اقصد بيها هنا ده التجميعه بقى بتاعه البوينتس والادجز مع بعض عشان تظهر لي الفيسز. ممكن اظهر ده ازاي؟ باجي هنا في ديسبلاي، بضغط على جورنت شيدنج، هيظهر لي شكل السيجمنتس معايا. لو جيت هنا في الاشكال الهندسيه الاساسيه الاقي بقى الاشكال الجيومتري اللي هما الكيوب والسلندر والديسك والسفير وكل الحاجات دي. ممكن اجي اجيب كون، والكون ده هاجي في السايد فيو هدوس على حرف الاي عشان اجيب الموف تول، او ممكن اجيبها من هنا ارفعها كده بالشكل ده. لو وقفت على الكون اوبجكت هلاقي دي البارامتر الاساسيه بتاعته. عندي توب راديوس وبوتوم راديوس،
التوب راديوس ده الراديوس بتاع الجزء اللي فوق، والبوتوم راديوس ده الراديوس او نص القطر بتاع الدايرة اللي تحت. فممكن اعمل حاجة مناسبة كده، ممكن اخلي اللي تحت 100 زي ما هو، ممكن اخلي اللي فوق مثلا ممكن اخليه 50، او ممكن اصغره شوية اخليه مثلا 40. موضوع ان السيجمنتس تكون قليلة عندي مش دايما بتكون حاجة وحشة، لا عادي، انا ممكن استغل ده. اني لو جيت هنا مثلا هلاقي في حاجة اسمها روتيشنال سيجمنتس. الروتيشنال سيجمنتس دي هي السيجمنتس اللي بتلف داير ما يدور كده عشان تعمل لي الشكل زي ما احنا شايفين. فلو جيت قللت الروتيشنال سيجمنتس هلاقي الشكل بيبقى بالشكل ده كده، فممكن اخليها 8. فوصلت للشكل ده كده. ممكن اجي اجيب سلندر، لو رفعتها كده ممكن اخلي برضو الروتيشنال سيجمنتس بتاعتها 8. ممكن اكبر الراديوس شوية. الهايت سيجمنتس دلوقتي مش هتفرق معايا اوي، فممكن اخليها بواحد. الهايت سيجمنتس ده الرقم اللي كل ما هزوده هيعمل لي سيجمنتس بطول السلندر. هخليه بواحد، انا مش محتاجها دلوقتي. ممكن اكبر من هنا وممكن اكبر من الراديوس، ممكن اصغره كده، وممكن برضو اصغر من الهايت. هنزله كده. ممكن اجي في السايد فيو عشان اتاكد ان هو مثلا في المكان ده، وهكبره بالشكل ده كده. فلاقي ان انا عملت زي قاعدة كده لشكل الطاحونة بتاعتي. ممكن اجي هنا برضو في الاشكال الاساسية اجيب تيوب. التيوب الفرق ما بينها وما بين السلندر ان السلندر بتبقى مصمتة، انما التيوب بيبقى ليها نص قطر داخلي ونص قطر خارجي وليها ارتفاع. طبعا اتفقنا ان السيجمنتس دي هتبقى حاجة ثابتة معايا. ممكن اجي هنا الهايت سيجمنتس برضو اتفقنا انا مش محتاجها هنا. ممكن اجي اصغر ده بالشكل ده كده، واخلي الروتيشنال سيجمنتس برضو 8 عشان تبقى واخدة نفس التضليعة دي. خليها مثلا 8، انزلها مثلا هنا. ممكن اجي في السايد فيو خليها مثلا على الارتفاع ده. ممكن اصغر بالشكل ده كده. تمام. طيب ممكن انزل سلندر تانية هنا، وممكن اجي اخد دي لو عايز اخد نسخة منها على طول. ودي بتبقى حاجة مفيدة وسريعة في الشغل، ان انا ادوس كنترول واسحب لفوق كده بالشكل ده. بعدين انا عايز اصغرها فاصغرها بالشكل، فده احسن بكتير جدا من اني انزل واحدة من الاول واظبط مكانها. دي حاجة بتبقى اسهل وبتخلي الشغل ابسط يعني. ممكن برضو نفس الكلام اخد منها نسخة كده وهطولها بالشكل ده. انا عايز امسح الجزء ده وعايز امسح الجزء اللي تحت. هاجي على السلندر، ممكن اجي هنا على كابس، هلاقي فيه هنا اختيار اسمه كابس. لو ضغطت عليه هيشيل لي الكاب اللي فوق وهيشيل لي الكاب اللي تحت. بعدين هنزلها لتحت كده، هدوس على حرف التي السكيل صغره كده. ممكن اجيب السكيل من هنا او من الاختصارات. نحفظ الاختصارات: الاي البوزيشن، الار الروتيشن، والتي السكيل. هخلي السكيل تقريبا كده. طيب بعدين احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا عندنا هنا تولز متلونة باللون الاخضر. اتفقنا ان التولز دول اسمهم جنريتورز، وكل جنريتور من ده بيبقى ليه وظيفة معينة. طبعا اول فيديو مش هيبقى يكفي ان احنا نشرح كل الحاجات دي، بس هنعدي على جزء منهم وهنشوف ممكن يفيدنا ازاي. هلاقي هنا جنريتور اسمه اتوم اري. اتوم اري ده وظيفته ان هو لما بحط اوبجكت جواه بيحول لي الايدجز بتاعته لحاجات زي السلندرز. طيب ما تيجوا نشوف. لو انا عايز اطبق الجنريتور ده على اوبجكت معين، بمسك الاوبجكت وبحطه بسحبه احطه جوه الجنريتور. هلاقي ان ده اللي حصل قدامي. ممكن اجي على الاتوم اري هنا، هلاقي دي البارامترز بتاعته. ممكن اقلل في حجم السفير ده او اصغرها.
ممكن السلندر راديوس ده اكبره او اصغره. انا عايز اعمل زي سور صغير كده. طيب لو حبيت اصغر بقى كل السور ده، فهصغر السلندر بالشكل ده كده. ممكن كمان انزلها لتحت عشان انا عايز السفيرز دي تختفي، فممكن انزلها كده. اكبر كده شوية، وعايز اصغر السفيرز دي اكتر من كده، مش عايزها تبقى كبيرة كده. ممكن حتى اصغر ده، يعني ممكن يبقى الشكل المبدئي كده. طيب لو عايز اعمل زي قبة بقى في النص، ايه اقرب حاجة للاشكال دي؟ ممكن ان انا اختار السفير دي طبعا كبيرة جدا، هدوس على التي اصغرها بالشكل ده. بس انا محتاج نص السفير، مش محتاج السفير كاملة. لو جيت وقفت على السفير هنا هلاقي تايب. كل ما بغير التايب ده بيغير لي في شكل السيجمنتس بتاعت السفير. طبعا هنا لاحظت ان في حاجة اسمها هيمسفير، يعني نص كورة. بعدين هدوس على حرف الاي عشان انزلها لتحت بالشكل ده. فانا وصلت لده، ولسه لحد دلوقتي كل الحاجات اللي انا استخدمتها هي مجرد اشكال هندسية اساسية. طيب لو انا عايز اعمل المروحة بقى دلوقتي، ممكن اجي هنا برضو اجيب سلندر. لو عايزها تبص في الاتجاه ده، ممكن اقف على السلندر، اقف على اوبجكت، هلاقي فيه اورينتيشن. الاورينتيشن ده بيغير لي في اتجاه السلندر، فخليها في الزد. طبعا محتاج اصغرها، انزلها لتحت كده واجيبها هنا. ممكن استخدم سلندر، وممكن استخدم زي الكبسول دي. ممكن برضه استخدم الكبسول، ما عنديش مشكلة. كل ده بيرجع لان انا عايز اعمل ايه. الهايت سيجمنتس برضه ما اعتقدش ان انا محتاجها قوي، ممكن اخليها بواحد. ممكن اخد منها كوبي كده، اكبر الراديوس كده شوية، اصغر الهايت، فهتبقى بالشكل ده كده. ممكن برضو اقلل الروتيشنال سيجمنتس، اخليها برضو 8، او ممكن اخليها 10 براحتي. ممكن اقلل ده شوية صغير كده، اخليه مثلا 3. طيب بعدين ممكن اجي اجيب كيوب، الكيوب ده اصغره بالشكل ده كده، واصغره بالشكل ده كده. ممكن اكبره واجيبه هنا. ممكن اجي في الفرونت فيو عشان اتاكد ان مكانه مظبوط. انا عايزه يبقى في سنتر دي بالظبط. ممكن اصغر حجمه كده شويه واجيبه هنا، واسطنه كده من التوب فيو، واسطنه برضو من الفرونت فيو. طيب ممكن اخد منه نسخة برضو كنترول، وبسحب لتحت من هنا او من هنا، بس يفضل في الحالة دي من هنا عشان هعمل روتيشن، واعمل روتيشن 90 درجة. لو انا عايز وانا بلف ياخد ارقام ثابتة، بدوس على شيفت. لو انا شايل شيفت بياخد ارقام عشرية اهو معايا. لو انا عايزه يمشي كأنه بيلف ستيبس، فبدوس على شيفت كده، لف 90 درجة بالشكل ده. طيب ممكن اجي اخد نسخة برضو من الكيوب ده كده، اكبره كده. لا، عايز اكبره في الاتجاه التاني، واصغره، وبظبط حجمه كده عشان يبقى كأنه حتة قماشة اللي بتبقى ماسكة حتة الخشبة بتاعت الطاحون. بعدين هضغط كنترول واسحب لتحت كده، واوديه الناحية التانية. بعدين ممكن اجي برضو
اختار الاتنين دول كده. انا اخترت الاوبجكت ده، اخترت الاوبجكت ده، فانا برضو مختارهم هنا، وادوس كنترول وهسحب لتحت، فكده بقوا اتكرروا. ادوس على حرف الار واعمل روتيشن بالشكل ده كده 90 درجة، فانا كده عملت شكل المروحة بتاعة التحول. تمام. الاحظ دلوقتي ان لحد الخطوة دي احنا كل اللي استخدمناه اشكال هندسية اساسية، يعني استخدمنا الكيوب واستخدمنا السلندر والتيوب والسفير، ما استخدمناش حاجات اكتر من كده. فالموديل بسيط بس مازال كويس. طيب اقدر احط كل دول في جروب، عشان لو عايز اتحكم مثلا في كل ده اقدر اعلم عليهم كلهم كده، بس منساش اشيل البلان ده عشان البلان ده الفلور. لو دوست على الالت وجي هيحطهم في جروب. ممكن اكتب هنا ويند ميل او اللي هي طاحونة الهواء. طيب قدام شوية لو انا عايز ابقى اخلي المروحة دي كأنها بتلف، او لو عايز اعمل لها انيميشن، فيفضل ان انا امسك ده وادوس على شيفت واختار كل دول كده واحطهم في جروب تاني. فممكن تبقى دي اسمها فان، ولو مسكت الفان ده كده وقت كده بالشكل ده اقدر ان انا اعمل لها انيميشن بالشكل ده. ده يعتبر اول موديل نقدر نعمله على سينما 4D بكل بساطة، بدون دخول ان انا اedit في البوينتس او الايدجز بتاعت اي موديل. مجرد اشكال هندسية اساسية نقدر نوصل لشكل بسيط زي ده. لو انا عايز اشوف من غير السيجمنتس باجي على ديسبلاي وادوس على اول كورنت شيدنج من غير اللاينز، فالموديل هيبقى شكله كده. طيب لو حبيت دلوقتي ان انا اخلي الموديل يبقى فيه تفاصيل اكتر او يبقى معقد اكتر، عشان اعمل ده في الحالة دي هحتاج ان انا بقى أedit في الاشكال اللي انا عملتها. طيب ممكن اعمل ده ازاي؟ يعني لو عايز اعمل مثلا هنا باب، وعايز اعمل في الجزء اللي فوق ده شبابيك بشكل ما، طيب ممكن اجي هنا على الفان، هلاقي هنا جنبي في جنب اي اوبجكت 2 بوينتس او نقطتين. النقطة الاولانية دي لو ضغطت عليها ضغطة بقت بالاخضر، ده معناه ان انا هخلي الحاجة تظهر في الفيو بورد. لو دوست ضغطة كمان هتبقى بالاحمر، ده معناه ان الحاجة مش هتظهر في الفيو بورد عندي هنا، بس لو جيت عملت ريندر هتظهر في الريندر عادي. النقطة التانية اللي هي اللي تحتها على طول لو خليتها بالاحمر بالشكل ده ودوست ريندر، فده بيخلي الاوبجكت ما يبانش ولا في الفيو بورد ولا في الريندر. فاحيانا دي بتبقى حاجة مفيدة ان انا ممكن اخفي مثلا الفان عشان انا هشتغل مثلا على تفاصيل هنا. فالفان وهي يعني هي لو هي موجودة دلوقتي هتضايقني وانا شغال، فانا ممكن اخفيها بالشكل ده واشتغل هنا براحتي. بعد ما اخلص اقوم مرجعها تاني. اخفي الفان دلوقتي وهظهر شكل السيجمنت. لو انا دلوقتي عايز اعمل زي شبابيك في الاجزاء دي، ممكن اعمل ده ازاي؟ مش هقدر اعمل ده غير لما اedit في شكل الكون اللي انا اخترته. ده الاوبجكت ده اللي هو الكون هنا ده كده بريميتيف، يعني ده شكل هندسي اساسي اقدر اتحكم في البارامتر بتاعته بالشكل ده. بس عشان اقدر اتحكم في الشكل بتاعه وفي البوينتس لازم بحوله من شكل جيومتري لبوليجونز. طيب ده بيحصل ازاي؟ لو انا واقف على الكون ودوست على العلامة دي اسمها make it editable، يعني ان انا اقدر اتحكم في البوينتس وفي الايدجز بتاعت الاوبجكت بتاعي، بس بشرط ان انا لو حولت الموديل لإديتابل مش هقدر اتحكم في البارامترز الاساسيه بتاعته. البارامترز دي بتروح، ومجرد ما بتروح ما بقدرش ارجع لها تاني. لو جيت ضغطت على العلامه دي هلاقي حتى شكل الكون هنا اختلف، وهلاقي هنا البارامترز ما بقتش موجوده.
طيب عشان اقدر اكسس او اوصل للبوينت ان انا احرك مكانها او الايدجز وهكذا، لازم بتنقل من حاجه اسمها الاوبجكت مود للايديت مود اللي احنا كنا شغالين بيه. دي طريقه اسمها الاوبجكت مود، يعني انا واقف هنا بقدر امسك الاوبجكت ككل. انما لو عايز ابقى اتحكم في البوينتس او في الايدجز او في الفيسز، لازم بروح لحاجة اسمها الايديت مود. الايديت مود بختاره بواحد من التلاتة دول على حسب انا عايز ايديت في ايه. يعني لو انا عايز ايديت في البوينتس، هضغط على العلامة دي، هلاقي ان انا قادر اوصل او امسك البوينتس بالشكل ده. لو انا اخترت المود التاني ده، اللي هما التلاتة دول يعتبروا edit مود، بس الاولاني edit البوينتس، التاني edit الايدجز، واخر واحد edit الفيسز او البوليجونز. لو اخترت المود ده، ففي الحالة دي هقدر اغير في شكل الايدجز. لو اخترت الفيسز فانا هقدر دلوقتي اكسس او اقدر اتحكم في الفيسز، يعني ممكن نمسك الفيس ده اقدر اطلعه لقدام. طبعا بيغير في شكل الموديل. فالفكرة دلوقتي ان انا ازاي بقى اقدر اتحكم في البوليجونز بتاعتي عشان اوصل للحاجة اللي انا عايزها. طيب انا محتاج دلوقتي اعمل هنا شبابيك. ممكن اعمل ده ازاي؟ اختار الفيس ده وهضغط على شيفت واختار الفيس ده، اضغط على شيفت واختار الفيس ده، اضغط على شيفت واختار الفيس ده، وهكذا لحد ما اوصل للاخر. طب هل في طريقة تخليني اقدر اختار الصف ده كله على بعضه؟ لو بصيت هنا هلاقي في حاجة اسمها لوب سيلكشن. لوب سيلكشن دي لو اخترتها بتخليني اقدر اختار صف على بعضه، يعني صف من الفيسز على بعض. يعني ممكن اختار الصف ده او الصف ده او الصف ده او الصف ده، او حتى بالطول. يعني ممكن اختار الصف ده بالطول وهتلاقيه مسمع الناحية التانية. فهختار الصف ده، بعدين هلاقي هنا في تول اسمها انسيت. التول دي كان اسمها، لو حد بيستخدم فيرجن قديم، كان اسمها اكسترود انر. دي بتعمل ايه؟ ان انا لو اخترت كده، انا دايس على العلامة، انا دايس على التول اللي هي الانسيت. لو عملت كده فهي بتعمل زي ايدجز جوه الايدجز، بس انا عايز اعمل ايدج جوه كل ايدج. ففي هنا علامة اسمها، او في اوبشن اسمه preserve groups. هنا هيتعامل مع كل دول كجروب، انا عايزه يتعامل مع كل فيس لوحده. فلو شلت preserve group وعملت كده، ده بالظبط اللي انا محتاجه. بعدين عايز امسك بقى الايدجات دي، او امسك قصدي الفيسز دي ادخلها لجوه، فهلاقي تول تانية اسمها extrude. extrude دي هختارها من هنا، وانا بضغط هنا في الفاضي وبسحب لبره او لجوه. انا عايز ادخل لجوه، فهتعمل لي الشكل بتاع كأنها شبابيك دخلت لجوه بالشكل ده. طيب لو انا عايز اختار بقى ده وده وده في كله واخرجهم لبره، ممكن اجي انا اختار اللوب سيلكشن، اختار اللوب دي واختار اللوب دي، انا دايس على شيفت، ممكن اجي برضو ادوس اكسترود فهيطلع بالشكل ده. ممكن ارجع بقى للاوبجكت مود، عشان كده خلاص ما اقدرش اتحكم في البوينتس، بحيث ان انا اشوف الموديل بتاعي بقى عامل ازاي. لو جيت نخفي شكل السيجمنتس هيبقى الموديل عندي معمول بالشكل ده. ممكن في الحالة دي بقى امسك دول كده ارفعهم لفوق شوية عشان ابقى مدي مساحة، بس منساش ان انا خافي الفان، فمحتاجة ان انا امسكها برضو عشان كلهم يطلعوا مع بعض. انا بسلكت كل ده كده اهو، ارفعهم لفوق عشان تبقى بالشكل ده. طيب لو حبيت مثلا اعمل بقى باب هنا، اخفي برضو الفان، انا بضغط الت ودبل كليك على الاتنين، فالاتنين بيظهروا مع بعض ويختفوا مع بعض. هاجي هنا هرجع على الايديت مود، اختار الفيس، ممكن اختار التو فيسز دول، بعدين هاجي انسيت. بص كده عمل
فيس جوه كل فيس. في الحالة دي بقى انا عايزه يتعامل مع التو فيسز دول كأنهم فيس واحد. فساعتها هعلم على البريزيرف جروب بالشكل ده، وهعمل اكسترود انر كده، او هعمل انسيت، بعدين هجيب اكسترود واسحب لجوه، فهيعمل لي زي فكرة الباب بالشكل ده كده. فده كده تفصيلة اقدر ازودها في طاحونة الهواء دي. اشغل الفان تاني، فانا كده زودت تفاصيل اكتر. دي كده كانت مقدمة سريعة عن ان ازاي ممكن اعمل موديل بسيط بأبسط الأشكال الهندسية، وحتى لو احتجت إن أنا إديت في شكل منهم إن أنا أستخدم تولز بسيطة. طبعا ده يعتبر جزء صغير جدا 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 من عالم الموديلينج، بس دي مجرد البداية، وإن شاء الله قدام ممكن ندخل في تفاصيل أكتر في الموديلينج. يا رب يكون الفيديو كان خفيف ولذيذ، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا. إن شاء الله في فيديوهات تانية قريب.